اوعي تكوني ام. في بنات لما بيدخلوا في اي علاقة، صداقة، جواز، اي علاقة، بيبتدوا ياخدوا الدور بتاع الأمومة في العلاقة دي، فبيبدأوا يدوا كتير قوي. في كذا حد اتكلم معايا في الموضوع دوت وحكالي قد ايه انا كنت بهتم جدا بصحابي وبهتم جدا بعيد ميلادهم وبهتم قوي بتفاصيلهم، وفي المقابل ما كنتش بلاقيهم ابدا يفتكروني، حتى في عيد ميلادي ما افتكرونيش. وساعتها انا رديت على البنوتة ديت وقلت لها لان احنا عندنا في طبيعتنا كبشر لما بيبقى بنلاقي حد بيدي كتير قوي بزيادة بنفكر ان ده العادي بتاعه، بنفكر ان ده الطبيعي، بنفكر ان هو ما بيتعبش ابدا، بنفكر ان هو ما بيتوجعش ابدا من كتر ما هو بيدي ومن كتر ما هو ما عندوش مشكلة في انه يبذل مجهود كبير قوي. بنشوف دوت في امهاتنا، الام اللي بترجع من شغلها ما بتقعدش، بترجع تقف عشان خاطر تعمل الاكل لولادها ومش عارف تنظف ايه وتعمل ايه لحد بالليل، وبعدين ترجع تقول لي انا ولادي مش بيقدروا ابدا. بنشوفها لما يبقى فيه اكل وتوزع عليهم الاكل وما تديش لنفسها اي حاجه من الاكل عشان خاطر مش مهم انا، المهم ولادي. فيبداوا ولادها لما يجيبوا اكل او يجيبوا اي حاجه ياكلوها من غير ما يفتكروا ان هي ليها نصيب. ولما تقول لهم انتوا ازاي تنسوني، يقولوا لها ما اصل انتي ما بتحبيش تاكلي، اصل انتي على طول شبعانه، اصل انتي ما بتحبيش الحاجه الحلوه. الطريقه دي طريقه الامومه بزياده قوي. لو استخدمتيها مع اولادك، مع جوزك، مع اصحابك، مع اي حد في الدنيا هيتعود على كده. انا شفت رجالة بيتعاملوا برضو بطريقة الأمومة، هو في أي مكان هو موجود فيه هو الحد اللي بيقدم كل شيء، لدرجة إنه بعد كده استغرب جدا لما حصلت مشكلة كبيرة ومحدش وقف جنبه. يقول أنا من أول ما بدخل المكان، أي مكان جديد بشتغل فيه، أحب أهدي الناس وأحب أجيب لهم حاجات حلوة وأنا لسه معرفهمش حتى، بس من باب المحبة. لو في حد يتأخر على شغله أنا اللي بوصله، لو في واحدة عندها أولاد أنا اللي أشيل النبطشية مكانها. وقعد يدي كتير 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 قوي لدرجة إنه في اللحظة اللي حصل له فيها مشكلة كبيرة ما لقاش حد يقف جنبه. ليه؟ لأن احنا كبشر بنستقبل أو بنفهم إن الشخص اللي بيدي كتير قوي إنه أصلا مش محتاج. بنفكر إنه هو عشان بيدي كتير فهو غني، بنفكر إنه هو مثلا عشان خاطر كريم ومعاه بيدي حاجات كتيرة قوي أو بيجيب هدايا وكذا، لا ده معاه فلوس، ده غني. ممكن ما يبقاش معاه فلوس ومش غني ولا حاجة. بنفكر عشان هو بيدي اهتمام كتير إن في حد مهتم بيه، لا خالص، هو اصلا محدش مهتم بيه فهو بيعوض ده بانه يهتم بحد تاني. ففكرة العطاء زيادة عن اللزوم هترجع في الاخر عليك بوجع كبير قوي، لان الشخص المقابل مش هيفهمها. طب ايه الحل؟ الحل انه العطاء يبقى رايح جاي، يبقى خد وهات، يبقى مش عمال على بطال، يبقى لما اكون محتاج ما تكسفش ان انا اقول انا محتاج، لما يكون عندي مشكلة ما تكسفش ان انا اقول ان انا عندي مشكلة، ما افضلش طول الوقت منقذ للناس اللي حواليا. لو انا ام وبوزع الاكل على ولادي ده نصيبي، ده نصيبي، اعودهم ان هم صغيرين ان انا ليا نصيب في الاكل زيهم، فلما يكبروا يبقوا عارفين ان ماما ليها نصيب برضو. لو نسيتي نفسك هتتنسي، ولو نسيت نفسك هتتنسى. اللي بنديه لنفسنا هو بعد كده اللي هنحصده، خد بالك.